لور سيلف، الذات السفلى. هي اسمها السفلى، هي محتاجه حد يدوس عليها اصلا. تمام. في هاير سيلف، الذات العليا. هاير سيلف، لور سيلف. ازاي اتخلص من لور سيلف؟ ازاي اتخلص من الافكار والمعتقدات السلبيه والحاجات اللي بتهبطني مش بتخليني اوصل للي انا عايزه؟ بان انا ابدا اكويشن، ابدا اسال نفسي، ابدا اتساءل. يعني ايه كويستشن؟ ابدا اعترض على الافكار السلبيه اللي بتجيلي. اول مكالمه بيعيه دخلتها في حياتي انا كنت برتعش. برتعش ليه؟ هل في حاجه في الدنيا تخليني اخاف؟ انا بتكلم مع بني ادم، يعني بني ادم تاني هعرض عليه عرض، اشترى اشترى، ما اشتراش خلاص انا هموت يعني لو دخلت مكالمه؟ لا. بس ده كان يعني كان مسيطر عليا، الذات السفلى. انت او حد يمكن اشتري عشان منك. اول مرة حضرتك تتعرض للموضوع ده منطقي. تعمله يعني. منطقي عادي، بس في ناس اول مره مم. تجرب مكالمه عادي، يعني انا بتكلم مع حد، ايه المشكله؟ ناس تانية عمرها ما عملت مكالمات. صح. ايوه. ده كان مسيطر عليا. هتقول ايه لو سالت سؤال تعرف ترد؟ لو انت حد يشتري منك، انت حد يدفع لك مثلا 1000 دولار، انت حد يدفع لك 500 دولار، انت حد يدفع لك 5 دولار. طب بس لا، انا مش عايز ابيع ب 1000 دولار، خلينا ابيع مثلا بايه، ب 200 دولار الاول، وبعد كده الناس تشتري. وبعد ما تبيع وتجرب ب 1000 دولار، ايه اللي هيحصل لك؟ هتموت. يعني الفرص عمرها ما تيجي لحد جبان. من الاخر والله العظيم عمرها ما هتيجي لحد بيفكر كده. طيب. لا ما تتكلم، ما يعني ايه، ما تبينش انك جامد قوي، بس يعني باين ان انت مثلا ايه. لا والله ده انا هساعدك، ولو ما ممكن ما نجيبش، وممكن ما نعملش، ومش عارف، واتكلم بقى بايه، بحذر يعني. بدل ما اتكلم بثقه، طب ما تتكلم بثقه. ايه المشكله؟ جلت منك باظت. طور نفسك، شوف انت فشلت ايه وارجع ذاكره تاني، ايه المشكله؟ لور سيلف، من الذات السفلى. يعني ايه بقى؟ لو خلينا كل واحد فيكم دلوقتي لو سالته سؤال قلت له لو انت طول حياتك بتوبريت بتشتغل من هنا، ايه اللي انت كان ممكن تحققه لغايه دلوقتي؟ فكر كده. لو انت مستحيل تفشل، ايه اللي انت كان ممكن تحققه؟ يا لسه بالنتائج والطموحات والاهداف والحاجات اللي انا كان ممكن احققها لو انا اشتغلت على ده الاول. لو انا كنت واثق في نفسي في كل قرار باخده في حياتي، ومتاكد ومتيقن ومتوكل على الله انه هينجح ثقه في الله. صح. حاجات ايوه. كتير كان ممكن تتحقق. فليه اصلا ده يبقى اوبشن؟ ليه ما ادوسش على دي خالص؟ ما ادوس عليها يعني، انهيها. اعترض. اكلم نفسي. انا قعدت اكويشن ماي سيلف سنين. الموضوع ده مش سهل، هياخد منك وقت، بس صدقيني لما تبدأي، لما الواحد يبدأ من دلوقتي حالا يقرر ان انا خلاص عمري ما هاوبريت في حياتي تاني باللور سيلف، هتندهش من كمية الحاجات انت كان ممكن تحققها، يعني كان ممكن تبقى عاملة ازاي. اندهاش، انا بكلمك يعني بصدق وامانة، انا شفتها في حياتي. صوت سلبي كده عمال يطلع لك كل شوية. ما يمكن الاعلان اللي انت هتعمله ما ينجحش. مين يدفع لك 15000؟ مين يدفع لك 1000 جنيه؟ مين يدفع لك 1000 دولار؟ انت ما ينفعش. افكار سلبيه كلها. مم. لو مش هتعرف تدافع عن نفسك، لو ما اعرفش حصل ايه. شكل البوست بتاعك مش كويس. شعرك هنا كان منحكش. الاضاءه ما كانتش احسن حاجه. قعدتك مش مظبوطه، افرض نفسك كده. ليه اصلا بسمع لده؟ كلها افكار سلبيه. مم. ابدا اعترض بقى، نغير السيناريو. بس انت المكالمه دي مين يدفع لك 1000 دولار؟ ليه ما يدفعليش 1000 دولار؟ ابدا اسال نفسي بقى. مش هتلاقي اجابه. اول بس ما في تلاقيش اجابه اعرف بعد ان ده إذن. الذات السفلى. لا بس بعد إذنك، كنت حضرتك حتى قلت لنا الموضوع ده والماركتينج، الماركت بتاعك، أحوال الأسعار فيه إيه؟ يعني يعني لا، مثلا سيبك في سيبك الماركت بتاعك. من الماركت دلوقتي، انا بتكلم على العقليه. أيوه. يعني في حاجات، في دراسات سوق.
في ماركتس ما ينفعش ابيع فيها ب 1000، في ماركتس ممكن ابيع فيها ب 100000 دولار عادي. انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على العقليه بتاعتي. ايوه. خلاص. تمام. عقليتي انا في اي حاجه، مش شرط في الفلوس، مش شرط يبقى مبلغ. يعني في ناس اصلا شايفه ان هي، لا انا مش عايز اظهر، يعني مش عايز البس لبس حلو عشان الناس ما تبصش عليا. انت متخيله اللور سيلف وصل لغايه فين؟ مم. فهو الذات السفلى بتقول له لما انت تلبس حلو والناس تبص عليك، يبقى انت كده، لا يعني مش هيعمل، لا لا لا، مش هرتاح. هو مش شايف نفسه ناجح، مش شايف نفسه كويس، مش شايف نفسه واحد واثق في نفسه، مع انه ده اكتر انسان نفسه يبان واثق في نفسه في حياته كلها. طب ليه ما هي في تقررش؟ الموضوع كله قرار. اه هو في ليه ما نقطة يا كوتش. تقررش؟ ليه ما تقررش من دلوقتي انك تأوبريت من هنا؟ ليه ما تسالش نفسك الحته اللي انا بتكلم عليها بقى، طريقه الغاء اللور سيلف دي مع الوقت تبقى عامله ازاي؟ ان انا اعترض على نفسي واسالها، يا لور سيلف يا ذاتي السفلى، لو دخلت وبعت ب 1000 دولار في المكالمه ايه اللي هيحصل؟ هموت؟ لا. طب مين قال لك ان هو ممكن ما يدفعليش؟ ما يمكن يدفع. على اي اساس قلت ان هو مش هيدفع؟ اكلم نفسي، اقول لنفسي كده، مفيش رد. يبقى اخرسي على طول، والله اخرسي على طول، يا نفسي اخرسي، هشتغل واعمل اللي انا شايفه صح. تجربه جديده عمري ما عملتها في حياتي. ايه ده هتفشل، ايه ده مش عارف ايه. ذات السفلى. عرفت منين ان هي هتفشل؟ ايه الدليل؟ ما يمكن تنجح. مفيش رد، مفيش اجابه من الذات السفلى. اديني هي كلها دليل. هي كلها فعلا معتقدات. يعني انا بالنسبة بس. لي، انا لما يعني انا بقعد كده، انا بحب فكرة ان انا اسأل دماغي كتير الاسئلة دي يعني. مهم. اسألها واشوف هترد تقول ايه. يعني الاسلوب ده جميل جدا يعني. فكرة ان انا ايه، يعني لما بتلاقيني بعمل حاجة، هي مشكلة عندي ان انا بقالي سنين بعمل علاقات لله، وبعمل ادخل اي كورس تلاقيني بعمل ملخصات، بحط الرؤية بتاعتي على الجروب، بعمل كل ده وانا مرتاحة لاني مش مستنية منه مقابل فلوس. فلما تيجي بقى ان انت هتعمل وتاخد فلوس، هي دي الحتة اللي عايزة تتكسر شوية. انت قدمت كتير، والناس فعلا مبسوطة وفي عمق بيتقدم ليه بقى دفعتي قد دلوقتي؟ ايه في عشان البرامج التدريبيه اللي حضرتك كتير درستيها؟ دفعت كتير. احنا طب ما انت بنتكلم في دفعتي اكتر اهو، ما من في 30 زيك الف هيدفع ريال لغايه لك. دلوقتي دفعناهم عشان اطور نفسي. بالظبط، ليه هل بقى لما اجي شك ابيع ان حد بكورس ب 1000 هيدفع ريال لك؟ حرام عليا؟ اه، ما هي النقطة وانا دي هنا انا طبعا. ليه الواحد بيستقل بنفسه؟ فاهم قصدي؟ ليه ليه اه، ليه ما مش هي دي باخدها بقى. من جانب الهاير سيلف؟ ليه مش امم باخدها ان انا، لا انا 1000 ريال ده اقل حاجه ممكن انزل بيها السوق، ده انا هبقى بجرب وانزل بال 1000 دي. بالظبط. لان ده اللي انا وبقول شايفك بقول فيه اصلا. احيانا ربنا يعني ده يبارك اللي لك انا والله شايفك فيه كلامك. اساسا. وما انت كمان كلامك لما بتقولي ايه، فعلا انا بقعد افكر كده. انا بعد سنه، انا على فكره انا كل اللي يعرفوني، المجال يعني بتاع كل اللي حضرتك يعرفوني من الماركت بعيد. ريسيرش اللي عملناه يا كوتش، الناس اه، قالت لك انا مستعد ادفع 1000 ريال في حاجه زي كده. وسبحان الله بقول يعني حتى القريبين مني اللي هم شايفين مروه اصلا الرحله بتاعت التعلم بتاعتها كمان، يعني شافوا مروه وهي اصلا كمان نفسيا مش احسن حاجه، وهي بتتطور، هي نفسها بتتطور ودلوقتي عايزه تساعد الناس. دول اللي عايزين يشتركوا معايا دلوقتي. فبقعد اقول لك هو انت عايزه ايه تاني؟ فاهم انت؟ يعني الناس شايفين التجربه حقيقيه وشايفين ليه العلم ليه ابص فعلا. على نفسي من يعني بطريقه قليله؟ هي مش محتاجين قليله نبدا والله، بس هي حته نحترم يعني قدر مش انفسنا عارف. شويه، نديها ايوه. احترامها. عشان لو ما حدش احترمها، لو احنا ما احترمناش ما حدش هيحترمها. بجد والله، انا بتكلم بقى على عقليه يعني الانسان الواثق في وفي نفسه. حاجة حضرتك بتعملها حلوة قوي، فكرة فعلا ان انت لما تكون واثق قوي وبتتكلم من منطلق ان انت فعلا بتقدم حاجة قيمة، انت نفسك وانت بتتكلم طريقة كلامك انها حاجة قيمة، بتطمن اللي قدامك بيدفع ويشترك الطاقه اللي وهو. عندك بتروح له، تنتقل له. بالظبط ايوه صح بالظبط، وده اللي صح. بيحصل مع حضرتك. يعني انت لما بتطمني دلوقتي، يعني مثلا ايه، ما بيجيليش فولورز كتير، مش عارف ايه، طيب الله اعلم هعمل فلوس ولا لا، ولكن عادي. الثقة اللي حضرتك بتتكلم فيها، مرة لو ما جبتيش دلوقتي بعد سنة هتجيبي، بعد 5 شهور هتجيبي، في وقت ولو ما هتجيبي. جبتيش دلوقتي ووقفتي، لا بعد انت سنه عارف ولا سنتين ولا ثلاثه هتجيب اي حاجه. انت عارف بقعد اقول ايه، بقول الفكره هنا. صح. بالظبط. الشرط التنفيذ والحركة. صح صح، بالظبط كده. هيجي في يوم وتلاقي النتيجة يعني إن شاء الله. فثقة ثقة المحاضر نفسه وهو بيتكلم وبيعبر عن حاجته والقيمة اللي بيقدمها، هي فعلا بتنعكس قدام اللي قدامه. هي بتبقى في إيده، كأنها أنا بإيدي أخلي اللي قدامي يدفع، وأنا بإيدي لو مترددة هو كمان هيتردد وهيشك وممكن ما بس يدفعش.
مم. بس هو ده الموضوع. مم. الطريقه اللي بتلغي بيها اللور سيلف مم. اسمها اسال والغي. اسال نفسك، الاحساس اللي جاري ده احساس صحيح؟ انا مم. مش عارف ابيع ب 1000 دولار، مش هعرف ابيع ب 1000 ريال، محدش يقتنع بالقيمه اللي انا ببيعها. طب ممكن يقتنع، مش عارفك. هل واحد عمره قعد فكر مع يعني ازاي يرد على الاجابه دي، على السؤال ده، ولا هو حس الاحساس واتضايق وخلاص؟ ما جربتش تقاوم ليه؟ انا قعدت اعمل في نفسي كده سنتين تقريبا، لغايه ما بقاش فيه اصلا صوت سلبي اساسا، ما بقى يعني خلاص اختفى. فكره جديده هعملها، يلا بينا. يلا بينا جرب. اللي ايه تخاف اللي منه هيحصل؟ ارمي نفسك فيه على طول. ايه اللي ايوه. هيحصل؟ هيحصل ايه صحيح؟ مش ما بقاش فيه خوف اصلا، ما بقاش فيه احساس سلبي مم. اساسا، ولا ايجابي ولا سلبي ولا ايجابي، مفيش اي حاجه. مم. هجرب وخلاص. نجحت الله اكبر هستمر، فشلت عادي هتطور. هنرجع لفين؟ نرجع لده اهو. جرب، افشل، طور. مم. صح. جرب، باظت، طور. جرب تاني، باظت، طور تاني. جرب تاني، نجحت، طور تاني. مم. جرب تاني، فشلت، جرب، طور. استحالة ربنا هي يعني نفس هي هيشوف ده مننا المجهود ده كله وما نيفر اندنج يجبرناش، سبحان بروسيس. الله. مم. وحتى بس في الفشل بنتعلم يا كوتش. فرصة بالظبط يا للتعلم، كوتش صح. طبعا. نتعلم من مم. انا أخطائنا. مم. ما مقتنعش خالص بحته ان حد يقول لي انا جربت كل حاجه في الدنيا بس ربنا ما اردش. لا، انت ما جربتش. أكيد مش كل حاجة فعلا. أو انت ما ما جربتش. كملش. جرب وجرى، مم. جرب وجرى، ما انت ما جربتش كملش. كل مم. حاجه. يا مم. مم. اما في سبب ربنا يعني حجبه عنك عشان هو شايف ان انت مم. يعني مصلحتك في انك تفضل في المكان اللي مش انت فيه. رزقك في حكمة في كده أو بالظبط، في حكمه في بس الموضوع أكيد ده. في طريق تاني، في مكان تاني، في سعي بشكل مختلف. بالظبط. مم. لكن انت ما تقنعنيش انك جربت كل حاجه في الدنيا، انت ما جربتش. مم. لور سيلف دي، يعني عايز اقول ايه، يعني دي كساحه الناجحين. اللور سيلف دي مم. للأسف. بتكسحهم فعليا. ان الواحد لما يبقى مقدم على حاجه صلاحه كله فيها، صلاحه بقى مش بتكلم على يعني، يعني بتكلم صلاحه ان هو يحقق هدفه يعني، مم. احلامه كلها في الحاجه دي، وعمره ما يبقى عايش مبسوط وهيبقى عايش حياته اللي هو نفسه فيها الا لما الحته دي تتكسر عنده، وقاعد عمال مصدق نفسه ان انا، لا انا ممكن ما اقدرش. في ناس قالت لي يا كوتش عبد الله انت البروجرام بتاعك جميل وانت كوتش رائع جدا وفعلا غيرت لي معتقداتي، بس انا عايز افضل فاشل زي ما انا. والله اتقالت لي في مكالمه. سبحان الله. لا انا حول وحش، انا مش حد هينجح. هو ما هو قاليش راكن في فاشل، منطقة الراحة بتاعته، هو ما قاليش منطقة فاشل، الراحة. هو قال لي انا مم. انت كل حاجه قلتها فعلا مم. يعني نابعه من حد خبير وحد فاهم وحد عايز مصلحتي وكل حاجه. مم. بس انا لا، انا مش شايف نفسي في الشخص الناجح ده. مم. خلاص انا مش هقول له مش هقنعه تاني خلاص. مش عاوز شكرا يبذل كده، مجهود، شكرا هو خلاص. مش عاوز. مم. بس لا حول ولا قوة. فاسال والغي دايما. مم. اسال نفسك الحاجه انت مقدم عليها احساس سلبي، الغي. ليه احساس سلبي وانا في حاجه هتكبرني وهتطورني؟ ما تجرب وشوف ايه اللي هيحصل. انت خسران ايه؟ فشلت، ايه المشكله؟ ما تفشل. انت ما بتغلطش، ما تفشل عادي يعني. مم. إيه العيب في والله الموضوع؟ نعمة يا كوتش والله. ويمكن أنا بقابل ناس مؤخرا دلوقتي إن أنت أصلا يبقى في حياتك، يعني أنت عارف لما تكون عايش لمعنى معين أو في معنى في حياتك. يعني أنا قابلتني واحدة وما شاء الله برستيج ووضع وكل حاجة، لكن هي عايشة في الحياة بتقول لك فاقدة المصطلح بتاعهم، فاقدة الشغف. يعني ايه فاقدة الشغف؟ هي ما بتعملش اي حاجة في حياتها لدرجة ان هي قاعدة طول الوقت مركزة. اصل في اخرام في وشي، اصل في مش عارفة ايه، وهروح اعمل جلسة، هتعمل جلسة ب 2000 ريال وب 1500 ريال. هي مش لاقي حاجة تشغل دماغها. وهي حد مش قليل، يعني هي المفروض انها مدرسة ووضعها حلو وولادها ما شاء الله 15 سنة و13 سنة. بس هي فقدت معنى الحياة، مش لاقيه معنى لحياتها. ففكره اصلا ان انت قاعد حاطط هدف وعمال تسعى له، تفشل تقرر وتطور وتروح تعمل حاجه تانية، والله نعمه مش اي حد يقدرها فعلا. انت طول طبعا. الوقت تبقى بتتحرك. طبعا. أيوة. ان الفراغ طبعا. وحش يعني. نعمتان نفسنا لو مغبونتان. سبناها للفراغ وسبناها كده لنفسها، لا صعب. طبعا. الحمد لله. جزاك الله خير فالشخص والله. الشخص اللي ملوش معنى ده في حياته هيفضل زي ما هو طول للابد، وهيفضل مكتئب ومش عارف هو مكتئب ليه، بس مش عايز مم. يشتغل.
عشان مش عايز بالظبط، يعني هي دي، مش هي مش عايز عارفه هي خليك في مخنوقه السايكل زي ما ليه انت بالظبط، تعمل انك شوبينج، تعمل مش عارفه ايه، ومش سعيده، هي مش سعيده. سبحان الله. تعمل كل حاجه في الدنيا نفسك تعملها، بس طيب. خلاص هتحس هتوصل لمرحله ان خلاص كل حاجه في الدنيا جربتها، وبعدين أمم. لازم تنزل هنا وتبدا تجرب حاجات جديده وتفشل فيها وتطور لازم مفيش لا محاله هتعمل ده، غصب عنك هتعمله. فاعمله بمزاجك في حاجه توصلك للشخص اللي انت نفسك توصل له في يوم ما. فعايزين ندي بروميس لانفسنا من دلوقتي ان ايوه. انا هاوبريت في اي وضع في الحياه كلها من دلوقتي، هشتغل في اي نقطه في حياتي، في اي تاسك في حياتي، في اي حاجه في حياتي، هاوبريت من هنا. ان شاء هشتغل الله. من جانب الذات العليا، انا اعلى واحسن واكتر واقدر حد هقدر، يعني ابقى الشخص ده في اي مجال في الدنيا ايا كان هي ايه. لو ما نجحتش دلوقتي انجح بعدين، لان انا الشخص ده توكيد. كل يوم واحد يقول نفسه كده، فكر نفسك بالشخص ده لازم. انما ان انا اقبل نفسي انا بقول يعني لنفسي بينك وبين الناس المشهوره اللي محققه نجاحات فقط سنين خبره. فيديو يعني واحد، وانا بقول فيديو هم واحد فقط ان هي انت ماشيه في فيديو الطريق واحد فجاه يفايرل، هتبقي اعلى منهم. فيديو واحد يفايرل بس. يا رب. يا مسهل. ده الفرق. مش معنى ان انا يعني على فكره برضو موضوع البيئه ده مهم جدا، يعني من اكتر حاجات برضو بتاعت يعني اللي بتاثر في اللور سيلف ده البيئه. لما أمم. يبقى واحد قاعد في بيئه كلها ناس بتفكر لور سيلف، انت مش حاسس ان انت زيهم، انت سوري انت مش حاسس ان انت يعني مختلف. مختلف. أمم. يعني مش هتبقى واعي لحاجه يعني عادي، يعني الناس كلها كده، أمم. البيئه كلها ناس فاشله. ايوه. مجرد ما تبدا تبص بعيد عنهم شويه هتلاقي ايه ده ده انا ما كنتش عايش، ده الناس عايشه في مستوى تاني انا ما كنتش شايفه في حياتي قبل كده. ابدا اسال نفسي بقى، هل انا في ده اللي انا عايزه؟ لا. طيب هل انا عايز اتغير؟ لا بس اصل التغير ما اعرفش ماله وانا بخاف. هو ابدا التغير اطور له نفسي. ثمن، التغير له ثمن طبعا اكيد ليه يعني. ثمن، الواحد والثمن انك بيقابل مثلا، تخرج من يعني البيئه اللي انا انت فيها، اول ثمن اه هتدفعه انك تخرج من بالظبط. البيئه اللي انت فيها دي. يعني انا بيتقال لي مثلا يعني حتى من اقرب حد من زوجي مثلا، انت تعبه نفسك ليه مثلا، حتى في التربيه، بتربيه اولادي، انا طموحه يعني عايزه فعلا في كل حاجه، عايزه الاحسن، عايزه الافضل. انا والدي كان فاقابل بيقول لي سيبك من الهري ده اللي انت بتعمله اه والله تعب، عادي. هيقول لك تعب نفسك، يعني انا بيتقال لك انت تعبه نفسك ليه، ما تبقي هو يا زي ريته قال لي الناس. تعب نفسك هو شايفني تعب نفسك وقال لي سيبك من الهري ده هري كمان اساسا يعني. ايوه الله يبارك سبحان له. الله، الهري دلوقتي بقى حاجه يعني. سبحان الله. ما هي سبحان فكره الله. ان انت تبقى بس هو مصدق. دايما هو على اه فكره هو كان داعم جدا ليا يا عم. بس هو ربنا كان يبارك بيشوفني فيه يا رب. مدمر نفسي في حاجه هو بس يعني بالنسبه عشان له ما بيشوفك بتجيبش، انت تعبان بقالك 3 سنين يا ابني ولا 4 سنين بتشتغل ما حققتش حاجه. فده ايوه هري بقى، لا انا بشوف لك شغلانه بجد يعني. ايوه ايوه. فبس يعني وانا مش بلومه على حاجه الصراحه، ودايما انا من غيره ما اسواش يعني بصراحه. بس بس هو ظاهر عامه بصراحة يا كوتش يعني فعلا انك البرنامج حتى لما جيت تقدمه بعد سنين بتبذل مجهود، انت جبت كل الاخطاء بقى، فانت يعني جايب الخلاصة. عارف الكوتش اللي جايب الخلاصة بقى. لو ايوه حد انا طالع على الجاهز كده انا مش هيطلع المحتوى بالشكل ده بصراحة. الحمد لله الحمد لله كنت والله دي ربنا شهاده يبارك اعتز لك يا بيها، رب. ونفسي الناس تبدا تشوف ده بصراحه، ان الواحد فعلا مم. بذل مجهود في حاجه. يعني مم. ببقى بضحك جدا لما حد في المكالمه يقول لي ايه الفرق بينك وبين فلان، فلان مين يا ريس؟ انا من الناس والله مثلا. لما باجي اشترك في اي كورس، انا ما يفرقش معايا ان يكون ده احسن حد في المجال قد ما يفرق معايا ان الكوتش اللي انا بتعلم منه فعلا تعبان على الحاجه دي. وحتى في علم النفس برضو في كوتشز كتير اتعاملت معاهم، لما بحس ان اللي قدامي فعلا تعبان في المحتوى اللي هو بيقدمه لي وبيعلمه لي ده، انا بقدر ده جدا. يعني انا كمروه بقدر ده، اللي تعبان فعلا حتى لو هو مش احسن حاجه في الحته دي، بس يكفي ان هو مجتهد بينقل لي نفس الطاقه دي، لان انا بحب برضو ان انا اسعى واجتهد. فبحس ان ربنا بيكافئ النوعيات دي بصراحه. ربنا يبارك في حضرتك، ويعني انا مبسوط بالشهاده دي بصراحه زي ما انا كنت نقول محتاجه شويه يعني. الطاقه اللي خدتهم من حضرتك النهارده، الله الحمد يبارك لك لله والله. الحمد انا لله يا سعيده باشا الحمد يعني. لله. الله يسعدك. دايما وعد لنفسنا من النهارده ان الواحد يوبريت من هاير سيلف من النهارده. اوعى تفكر نفسك وتاخد اي فكره سلبيه عن نفسك وتصدقها، لانك عندك الاختيار انك تصدق انك شخص ناجح. ليه اشوف نفسي وحش او فاشل ليه وانا عندي اختيار ان انا اصدق ان انا شخص ناجح؟ يعني ده يعني مش عارف اقول ايه، بس ده انا اسف في اللفظ اللي اقوله، ده اغبى قرار الواحد بياخده في الحياه.
اغبى قرار يبقى وهيدفع ثمن قدامك انه انك هيفضل في القاع، سبحان الله. بالظبط، يبقى مم. قدامك انك تختار. يعني انا بستغرب قوي من الناس اللي هي ايه، عنده مشكله نفسيه وعايز يعالجها، واول ما تقول على الحل بس اصل ده مش عارف ايه، بس انت عايز تفضل زي ما انت. مم. لا مش عايز افضل، الحل اهو. لا لا مش هينفع لي، لا لا مش مم. عارف ايه. انت بتبدا يعني تقاتل فكره انك هتبقى مم. كويس اساسا، مش مم. عايز تختار، يعني انك تبقى مش عايز تاخد قرار. مم. والحل بيبدا بقرار، فخلاص افضل زي ما انت دايما كده. قرار، التغيير قرار. عايز ابقى مختلف، قرار من النهارده انا مختلف، هقرر ان انا ابقى مختلف وهبقى مختلف، لان انا قررت. كنت قاعد اقول زمان يا كنت اتخيل نفسي بقى وانا صغير كده، وانا صغير جدا يعني، بس عندي في ابتدائي او حاجه، يا ده لما يبقى عندي مثلا حاجه و20 سنه، يا هيبقى معايا بقى ومعايا ومعايا ومش معايا وما اعرفش تخيل نفسي بقى في عالم تاني. هل حصل؟ يعني في بعض الحاجات حصلت ان انا كنت متخيلها، بس مش كله حصل. ليه؟ لان القرار جه متاخر، قرار التحول جه متاخر. قيسي على كده كتير بقى. الزواج مثلا، مم. في ناس عندها 50 سنه ما اتجوزتش، طب ليه؟ مم. هو كان متخيل انه هيبقى عنده 50 سنه مش متجوز؟ لا، ما كانش عمره متخيل التخيل ده. ايه اللي حصل؟ القرار اتاجل بس. يعني يعني بجد والله، قرار انك توصل للحاجه اللي انت عايزها اتاجل. ايه اللي اجله بقى؟ اللور سيلف. فبدري بدري كده انت خلص من اللور سيلف، عشان ده الحاجه الوحيده اللي هتهبط عزيمتك وتوقفك زي ما انت، مش بدون اي ما يعني بتحقق اي حاجه. بس تيك ذا فيرست ستيب، وقرر انك شخص من النهارده. انا شخص منتج مؤثر واثق ناجح ما بيغلطش. امن بده بس، يعني مجرد انك تبقى مؤمن بده دي لوحدها، لانك صاحب القرار. بس حتى لو غلطت عادي مش مشكله، يعني بس انا مؤمن ان انا ما بغلطش، بس عارف ان انا هغلط نفسيا كده. احنا قلنا سبكونشس في حلقه من الحلقات اللي احنا عملناها، سبكونشس ما بيعرفش يفرق بين الحقيقه والخيال. فانا لو تخيلت ان انا ما بغلطش، غالبا في وقت ما هبقى اخطائي نسبتها قليله يعني. مش حد في الدنيا ما بيغلطش يعني. بس انا عندي القرار، ليه بقى عندي قرار ان انا افكر عن نفسي حاجه ايجابيه، واختار ان انا اختار حاجه سلبيه. نفس السايكل تاني رجعنا لها. تمام. فبس ده سيشن النهارده، وكل سنه وانتم طيبين.